اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. بناء على طلب المشاهدين النهارده هنتكلم على بلاك بولت، ناخد فكره عنه وعن قدراته في الكوميكس. بلاك بولت هو شخصيه تبع مارفل كوميكس. اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر ديسمبر سنه 1965. كان ده كان في العدد رقم 45 من سلسله الكوميكس فانتاستيك فور على ايد العظماء ستان لي وجاك كيربي. بلاك بولت هو انهيومن. كان في حلقه اتكلمنا فيها على الانهيومنز وعلاقتهم بالايترنالز، طبعا مش هنتكلم عن الموضوع ده تاني، بس انت كنت شفت الحلقه دي هيظهر الرابط بتاعها على الشاشه. هو اسمه الحقيقي بلاك جار بولتجون، اللي هو الاختصار بتاعها بلاك بولت. هو عايش مع باقي الانهيومنز في مدينه اسمها اتلان. الاتلان دي تعرف باسم جريت ريفيوجي، اللي هو الملجأ العظيم. قاعدين مستخبيين بعاد عن البشر. اتلان دي كانت في الاول شمال المحيط الاطلنطي. اتولد من اكتر من 100 سنه، ابوه وامه يبقوا الحكام بتوع مدينه اتلان وبرضه يبقوا علماء جينات. هو تعرض لماده التروجين، اللي هي الماده المسؤوله على تحفيز جين الانهيومنز جوه الانهيومنز، من وهو في رحم امه، على الرغم ان باقي الانهيومنز بيتعرضوا للموضوع ده في مرحله عمريه بعد كده بكتير. برضه ممكن نقول ان هو من اول لما اتولد وهو تعرف عنه ان هو عنده قدره صوتيه مدمره جدا. يعني اول مره يعيط وهو بيبي المبنى اللي هو كان فيه اتدمر، بس هو حمى نفسه عن طريق ان هو عمل لنفسه درع كده. ابوه قرر ان هو يحطه في غرفه عازله للصوت لغايه لما يعرف يسيطر على قدراته. بعد كده اخوه ماكسيموس اللي عنده قدرات ذهنيه اتولد، وبرضه بنشوف اعضاء من العيله بتاعته اللي هي العيله المالكه ويبقوا ولاد عمامه زي ميدوسا واختها كريستال. في عندك جورجون وفي ترايتون وفي كارنك. بعد كده ابوه بيقول ان هو هيبقى ولي العهد بتاعه وبيخطب له ميدوسا. بعد كده بنشوف ان هو بيطلع من العزل وهو عنده 19 سنه. اخوه الغيران ان اخوه هيبقى هو الملك بعد كده بيقرر ان هو يعمل له مقلب. بيستخدم جهاز عشان يخلي اخوه يتكلم علشان يدمر الدنيا علشان يفقد فرصه ان هو يبقى ملك، بس ولاد عمه بيبوظوا الموضوع ده. بعد كده بشهر بلاك بولت بيعرف ان اخوه ماكسيموس بيتعاون مع الكري في مخطط النتيجه بتاعته هو هيخليه الملك بتاع اتلان. هو بيبقى متضايق جدا، بيجري ورا السفينه بتاعت الكري عايز يدمرها، بيفتح بقه بيطلع الموجات الصوتيه المدمره. السفينه دي بتقع على مبنى، في ابرياء كتير جدا بيموتوا من ضمنهم ابوه وامه. اخوه بيتجنن بعد كده، لذا هي كانت كارثه من شقين، ان ابوه وامه بيموتوا وان اخوه بيتجنن. بعد كده بقى الملك. بعد كده بنشوف ان ترايتون اللي هو ابن عمه بيتسجن من قبل البشر. بلاك بولت بيفكر ان انا لازم دلوقتي انقل اتلان قبل ما البشر يكتشفوها ويكتشفوا وجودنا، وبمساعده الايترنالز بيعرفوا ينقلوا اتلان من المحيط الاطلنطي بيودوها جبال الهيمالايا. بيتجوز ميدوسا، بيتعرض لعشرات المواقف والاختبارات اثناء فتره حكمه كملك، زي محاولات اخوه المستمره ان هو ياخد العرش ويبقى الملك، ثورات جوه اتلان، محاوله خطف ميدوسا، الاعلان للبشريه عن وجود الانهيومنز، هجمات من قبل البشر، تدمير واعاده بناء اتلان اكتر من مره ونقل مكانها. يعني احنا بنشوف بعد كده ان هم راحوا القمر وراحوا نيويورك. برضه معارضه مجلس الجينات ان هو يخلف، علشان هم شافوا ان الجين بتاعه قوي جدا ما ينفعش يتمرر للجيل اللي بعد كده، بس هو بيعارضهم وبيخلف، بس هم بيخطفوا الولد الصغير وهو بيستقيل من دوره كملك، بس بعد كده بيرجع يحكم تاني. جت فتره كويك سيلفر سرق شويه من كريستالات التيروجين، اللي شويه منهم وقعوا في ايد الحكومه الامريكيه اللي هي بدورها رفضت تسلمهم للانهيومنز. بلاك بولت بيعلن الولايات المتحده الامريكيه هي عدوته وبيعلن الحرب عليها. بيبعت فريق بقياده ابن عمه جورجون لحفله في دار اوبرا عشان يخطفوا شخصيات مؤثره في المجتمع الامريكي، بس الموضوع ما مشيش كويس وفي ابرياء كتير ماتوا، والمخطط ده تم احباطه من قبل فانتاستيك فور والفريق ده اتمسك. بنشوف الحكومه الامريكيه بتعرض جورجون للتروجين وبيمر بحاجه كده اسمها سكند ترايجينيسيس. بنشوف ان هو شكله بيتوحش اكتر واكتر. بعد كده بلاك بولت بيجي بنفسه هو اعضاء العيله المالكه عشان يحرروا جورجون ويستردوا الكريستالات، وبنشوف ان هم بيغلبوا الحراس وبيغلبوا الافنجرز وبالفعل بينجحوا في مسعاهم. وبنشوف الحكومه الامريكيه بعد كده كانت مجهزه مفاجاه ان هي عندها عساكر كانت عرضتهم للتروجين، خلتهم عندهم قدرات وبقيوا غير مستقرين. بعتت العساكر دي في مهمه لاتلان ان هم يتخانقوا مع الانهيومنز، وبالفعل حصل كده. وبنشوف ان هم بيستسلموا. واحده منهم قررت انها تعمل مهمه انتحاريه بما انها كده هتموت وغير مستقره، وفجرت نفسها، وبنشوف اتلان بتتدمر. بعد كده بنشوف ماكسيموس بيعلن نفسه ان هو الملك وبيسجن اخوه. بعد كده بيتحرر من السجن، ويوما ما كان رايح اجتماع مع الإليموناتي. السكرالز بيخطفوه، واحد منهم بينتحل شخصيته. في قصه وورلد وور هالك لما هالك بيرجع كوكب الارض عشان يتخانق مع الإليموناتي، بيتخانق مع شبيه بلاك بولت، وبلاك بولت الاصلي ميدوسا واعضاء العيله المالكه بتحرره وبيرجع يحكم تاني. هو ليه قصص كتير جدا، ابرزها خناقته مع الميوتنز في قصه انهيومنز فيرسس اكس مين، بس طبعا مش هينفع نحكيها دلوقتي نظرا لوقت الحلقه، ممكن بعد كده.
احنا دلوقتي ممكن نتكلم عن قدراته. هي ايه قدراته؟ هو انهيومن، فهو اسرع واقوى وعنده قدره تحمل اعلى بكتير جدا من البشر العادي، وهو تعرض للتيروجين من وهو في رحم امه، فبالتالي هو عنده قدرات اعلى من الانهيومن الطبيعي او العادي. هي القدره الرئيسيه عنده هي القدره على تسخير الالكترونات. مركز الكلام في المخ عنده القدره على انشاء جسيمات غير معروفه بتولد ظواهر غريبه بيحددها سيطرته العقليه. هو لما بيجي يتكلم بيحصل اضطراب كبير جدا في الماده على شكل موجات مدمره ممكن تدمر حتى كواكب. هو خاضع لتمرينات صارمه جدا بتمنعه ان هو يصدر اي صوت حتى وهو نايم. منيع ضد التلبسي، وان كان هو بيستخدم التلبسي للتواصل مع الناس اللي من نفس دمه، اللي هم عيلته، اللي هم العيله المالكه. اغلب الوقت بيتواصل مع ميدوسا بيديها الاوامر وهي بتتكلم مع عامه الشعب او مع العيله المالكه. هو بيطير بسرعات عاليه جدا اعلى من سرعه الصوت. هو في انتنه كده بيحطها على دماغه عامله زي الشوكه بتخليه يتحكم في قوته بشكل اكبر. ممكن يزود من قوته البدنيه وممكن يبقى اسرع. ممكن يحط قوته كلها في جسمه في ايده عشان يسدد ضربه حاسمه. بيعرف يكون فورس فيلد حوالين نفسه، وبيعرف يتلاعب بالماده والطاقه لمدى واسع جدا. بيعرف يغير في تكوين الجزيئات بتاعت الاشياء، مره حول ميه خلاها تلج، وفي مرة تانية منع توهج شمسي ان هو يدمر كوكب الارض، ومنع ناس ان هم يستخدموا قدراتهم عن طريق ان هو لعب في الجزيئات المسؤولة عن الموضوع ده. بالنسبة لظروف الاعمال الفنية فهي كتير. ممكن نبتدي بالانيميشن. بالنسبة للمسلسلات فهو ظهر في مسلسل فانتاستيك فور بتاع التسعينات، هالك اند ايجنتس اوف سماش، في التيميت سبايدر مان، في عندك جارديانز اوف ذا جالاكسي، افنجرز اسمبل، ومارفل فيوتشر افنجرز، وظهر في فيلم بلانيت هالك. بالنسبة لظهوره في العالم السينمائي فهو ظهر في مسلسل انهيومنز اللي اتعمل سنة 2017 على قناة ABC، اللي كان قام بالدور بتاعه الممثل اللي هو أنسون ماونت. كان مسلسل تعبان جدا، وكانت غلطة من مارفل إنها تسند الدور الكبير ده للقناة دي، بس الممثل يعني قام بالدور. يعني أنا حسيت إن هو أدى أداء معقول. أنا مش عارف هو ظهر في فيلم دكتور سترينج مالتي فيرس اوف مادنس ولا لأ، عشان أنا لسه مستني الصورة النظيفة. سواء ظهر أو ما ظهرش مش عايز حد يقول لي في الكومنتس. الأكيد إن شخصية بلاك بولت هيبقى ليها مستقبل في عالم مارفل السينمائي، وخصوصا إن دلوقتي المفهوم بيوسع أكتر وأكتر. بنشوف المالتي فيرس، فانتاستيك فور بيتعمل لهم فيلم، الميوتنس بيتقدموا، والانهيومنز يتقدموا بالفعل. لذا دي مش هتكون نهايه بلاك بولت. بالاضافه لده هو ظهر في العاب فيديو جيمز كتير جدا وليه مرشندايز كتير. بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على بلاك بولت في الكوميكس وخدنا فكره عنه وعن قدراته. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي؟ متشوق انك تشوفه في عالم مارفل السينمائي اكتر من كده ولا لا؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم عن حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.